حبايب تيتا ميمي، هي ايه حكاية طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي؟ الناس مش مصدقة ومصدومة وحزينة من الخبر والحكاية دي. السنة اللي فاتت كان أحمد العوضي عامل حفلة جميلة لياسمين في عيد ميلادها، والسنة دي احتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها يوم 16 يناير. بس أحمد العوضي ما كانش موجود، بس حط صورة ليها قديمة وعلق عليها وقال لها كل سنة وانت طيبة يا حبيبي، العمر كله وإن شاء الله في صحة ونجاح وسعادة. وبعد الكلام الحلو ده ب16 ساعة أعلنت النجمة والفنانة ياسمين عبد العزيز عن طلاقها من الفنان أحمد العوض. نشرت ياسمين صورة وكتبت عليها: تم الطلاق بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير. وأحمد العوضي نشر على صفحته وقال: تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير. ودي حاجة صدمت الجمهور، عشان كان في أول السنة كانت ليلى عبد اللطيف المنجمة بتتوقع وتقول إنهم هيتطلقوا. وليلى عبد اللطيف دي عالمة فلك من لبنان، وهي دايما بتتوقع عن أحداث مشؤومة وفي الآخر بتحصل، وقالت إنهم هيتطلقوا في أول السنة. وقتها نشرت ياسمين عبد العزيز الفيديو وقالت: بلاش انت يا لينا. وعلق أحمد العوضي وقال: كذب المنجمون ولو صدقوا. والكلام ده كان يوم 1 يناير، والنهاردة يوم 16 تم الانفصال. والجمهور كان مصدوم من الخبر، علشان من فترة كلنا شفنا أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، كان الكل بيتكلم عن حبهم لبعض، وازاي أحمد العوضي كان بيحاول يتكلم معاها علشان يبين لها حبه ليها، وهم بيعملوا مسلسل آخر نفس واتجوزوا، وكان بينهم قصة حب كبيرة. وشفنا مسلسل اللي ملوش كبير ومسلسل ضرب نار، وكانوا الاتنين جمال في الحقيقة وفي التمثيل. وشفناهم هما الاتنين، ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، مع منى الشاذلي، وكانوا الاتنين كلهم حب لبعض. وشفناهم وهما بيتكرموا، ياسمين عبد العزيز واخدة جايزة أحسن ممثلة العام 2023 في حفلة وشوشة، وكان معاها وهو سعيد لنجاحها. والفنان أحمد العوضي برضه اتكرم لأفضل ممثل في 2023، ووقف وقال: أهدي تكريم الوحش الكون. والاتنين وهم رايحين مهرجان الأفضل راحوا مع بعض ووقفوا جنب بعض ومسكوا العلم، وكانوا حلوين قوي. بس هما في الفترة الأخيرة قرروا ينفصلوا فنيا عن بعض، لأن ياسمين عبد العزيز بتعمل فيلم جديد في السينما، وأحمد العوضي بيعمل مسلسل اسمه حق عرب علشان يتعرض في رمضان. وكان دلوقتي فيلم اسمه الاسكندراني مع زينة ونجح نجاح كبير. ونصيحتي ليكم حبايبي: قرار الانفصال ده قرار خطير، ولازم تفكروا كويس جدا قبل القرار ده. ونصلي وندعي يوم السلام والاستقرار في بيوتنا، آمين.